اصبري، انت بتفتحي الباب ليه؟ هكون هفتح ليه يعني؟ اشوف مين واقف هو على مش الباب. ابوكي قال وانا في الشغل تقفلوا عليكم الباب ما تفتحوش لحد؟ ايوه ماشي. مين؟ انا نعم يا عبد. عايزك في موضوع. عايز ايه يعني؟ عايز اكلمك في موضوع، افتح. طيب ابويا مش هنا معلش، وهو قال اقفلوا الباب ما تدخلوش حد. طب ده انا ابن عمك، افتحي. لا اله الا الله. طب قول يا عبدو، سامعاك يعني، انا سامعاه. هو احنا هنفضل نتكلم على الباب؟ افتح شوف عايز ايه. استغفر ما الله. تفتحي يا بنتي، ما تخافيش. نعم يا عبدو، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ازاي؟ نعم، في ايه؟ هي دي مقابله تستقبلوا بقى ابن عمكم؟ بنقول لك بابا مش موجود. ما انا عارف ان عمي مش موجود طب موضوع ايه؟ قول يلا، علشان مش هينفع ادخلك واقول لك اتفضل عشان ابويا مش موجود. فقلت ما اجي اقعد معاكم شويه واتكلم في موضوع. تقعد معايا ازاي يعني؟ عادي نخش. انت عارف ان احنا بنات قاعدين لوحدنا في البيت، هتقعد معانا ازاي يعني؟ وقف معلش كده بعيد شويه، وقف عدل وانت بتتكلم. وانا واقف غلط ولا ايه؟ طب اقف معلش بعيد شويه وانت بتتكلم. بعيد او وقفنا بعيد اهو. اه بالظبط كده. نعم، عايز ايه بقى؟ جاي اقعد معاكم شويه. ازاي يعني؟ راجل البيت مش موجود ما ينفعش تدخل. ده بيت عمي. عمك لما يبقى موجود اطلع عادي، مش هنقول لك حاجه، انما مفيش راجل في البيت هندخلك ازاي؟ وفيها ايه؟ بيت عمي جاي اقعد مع اولاد عمي. طب اتفضل بقى علشان ما اقلش منك وامسح بكرامتك الارض وهزقك. يلا. طب خلاص، ما دام انتوا مش عايزين اخش اقعد معاكم جوه، نطلع نقعد على السطح. تجيبوا شويه ترمس وسوداني من عندكم، نطلع انت نقعد على بتفهمش السطح. ولا ايه؟ وازازتين ساقع. هو انت بجح؟ بجح. انت بجح. انا كلامي عربي وبتكلم عربي مش انجليزي عشان ما تفهمنيش. ما انا بكلمك عربي انا كمان. طب يلا غور انزل وما تطلعش وعمك مش موجود، ولما ابويا يجي انا هقول له على اللي انت عملته، عشان انت عارف ان لما ابويا بينزل يروح الشغل احنا بنقفل على نفسينا. وطبعا دي مش اول مره انت تعملها، انت عملتها لحد دلوقتي يجي 6 7 مرات. واحنا بنسكت وما بنقولش، بس المره دي بقى احنا هنقول. قلت له العم ان انا باجي اقعد معاكم. احنا اصلا ما بندخلكش، ايه نقعد تقعد معانا دي؟ احنا ما بندخلكش اصلا. طب يلا انزل، وكلامك مع عمك لما تيجي بالليل. طب انا بقولك عايز اقعد معاك شويه، اتكلم معاك شويه. شكله ما بيفهمش صح. كلامي عادي. ماشي يا بنت عم. تمام. بس انا مش هسيبك. قربي تعالى هنكلم ابوك في التليفون. مش هينفع نسكت. ايه يا بابا؟ لا مفيش حاجة، مش عايزين حاجة قبل ما تيجي من الشغل. تيجي بالسلام. في موضوع عايزة اقولك عليه. اه يا بابا، في حاجة حصلت معانا النهاردة لازم نقولك عليها يا بابا. الموضوع ده حصل اكتر من مرة واحنا سكتنا ومرضناش نتكلم عشان ما يحصلش مشاكل، بس المرة دي لازم نقول لحضرتك. ما تقلقش يا بابا، انا هقولك اللي حصل. عبده ابن عمي يا بابا،